خوياتي، مرحبا بكم في هذه الحلقه اللي الصراحه توحشتكم بزاف. كيسمحوا لي غبرت عليكم، راه الظروف اللي ما كتسمحش، وبزاف الناس ماشي بزاف، ما نكذبش على راسي وعارف راسي شنو كنقول. مهم اقليه ديال الناس اللي محسوبين قد صباعيه، شي 5 الناس ولا 4 الناس اللي سولوا قال لك امين مالك غبرتي توحشنا الفيديوهات ديالك. بغيت نقول لكم اول حاجه السبب اللي خلاني نبعد على يوتيوب بان مليت وطلع لي كل شيء في راسي، عيت ما نصبر في راسي مده عام، عامين، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين. ولكن المشكل الكبير هو بان الناس كتستافد وما كتبغيش تدعمك، لان اغلبيه الناس اللي كتشاهد الفيديوهات ديالي ما كتابوناش عندي في القناه. ولكن ما غنبزش على اي واحد، كيبقى اي واحد دار متابعه راه هو افضل ليه، ولكن ما غنعلقش حياتي بيوتيوب، لان يوتيوب بالنسبه لي انا في هذا المجال اللي كتفيد فيه الناس عمرو غادي يوصلك. مهم بلا ما نطلعوا عليكم في المقدمه، وكاين بزاف الناس غيعيروني عليها. مهم ما تنساش دير لايك لا فيديو، وما تنساش دير متابعه لهاد القناه. الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم هو التعشير ديال الدراجات، الديوانه ديال الدراجات اللي بزاف الناس سولوني عليها وقال لك علاش وكيفاش كتتم العمليه ديال التعشير، وكيفاش يمكننا نجيبو موطور حنا راسنا من اوروبا ونعشروه، ولا يجيبوا لنا شي صديق او شي واحد ندخلوا للمغرب ونشريوه من عنده ونعشروه بوحديتنا. اللي خصنا نعرفوا اول حاجه والنقطه المهمه بان في المغرب هي اغلى ديوانه في العالم. سي عثماني الله ياخذ فيك الحق. المهم الديوانه في المغرب كتخلص 37% تقريبا، كتخلص 20% ديال التيفيا و17% ديال لامبورطاسيون. ما فهمتش هذا القانون فين كاين الا في المغرب. المهم بلا ما نطول عليكم ندوزو للحاسوب باش نفيدكم اكثر ونشوفوا الموقع اللي يمكن لك دير على الطريق ديالو دير التعشير. المهم انا كيشدني الفضول، واخا ما باغيش نشري موطور، ولكن كنبقى ديما كنتعصب وكنحسب وكنلقى راسي هاد الموطور غيسلكني وهاد الموطور ما غيسلكنيش، مازال باقي ما لقيتش اشنو نشري، ومازال باقي الكونت خاوي. المهم اي واحد بحالي ويستاسوني حدايا. المهم عندنا شي بليه راه فينا ما غاديش تحيد، وفين ما تشوف شي حاجه ديال الماطر خصك تبحث فيها. يلا ندوزو للحاسوب. المهم السلام عليكم، احنا دابا في الحاسوب. اللي اول حاجه خصنا ندخلوا ليها هو الموقع ديال didouane.gov.ma اللي غتكتبها غير في جوجل غادا تطلع لك. المهم اول حاجه كاين كالكولي لي دروا ديال لي طاكس، واللي خصنا نعرفوا بان في المغرب الديوانه هي 37%، اغلى ديوانه. تبارك الله عليك السي العلماني، ماشي مشكل او ماشي مهم، المغاربه عندهم فلوس، عندهم الكاش، عندهم العاقه زايده، هادشي علاش مغلين علينا. المهم بلا ما نطول عليكم، المهم غندخلوا الكاتيجوري ديال السيكل موتور، ولكن غنديروا سويفونت. اول حاجه غنتسنى واحد شويه غتخرجنا لا مارك. انا من العشاق ديال الدراجه ديال كawasaki، فهي كتبقى هي بريفيرابل عندي، هي الاولى عندي. ولكن فين هي الكawasaki؟ كawasaki وغنديروا الموديل. المهم كيف ما كتشوفوا بان المغرب صرح اخيرا وبعد طول انتظار صرح لنا الاش دو ار، لان كانت ممنوعه في المغرب، ولكن دابا فاش حطوها في السيستم صافي ولا عندنا الحق نجيبوها. المهم انا ما غنديرش اش دو ار لانني من الناس ديال العشاق ديالها ولا شي حاجه غتفقسني. المهم نمشيو للزد ميل، الحاجه اللي مرتاح فيها انايا. المهم انا ديما كنقلب في هذا السيت واخا ما غاديش نشري، المهم الفضول كيشدني وخصني نبحث وخصني نقلب. غنمشيو هنا نديرو 2018 بالنسبه ليا مزيانه، ولكن خصنا نعرف واحد الحاجه بان ما عندكش حق ديواني موطور الا كان فيه 5 سنين. المهم احنا غادي ندخلوا دابا نديرو فاليدي، ماشي شي حاجه صعيبه. اللي كيف ما كتشوفوا بان القيمه ديال الديوانه هي 3,900,000 اللي هي 3,20,000 ريال. والصراحه هذا ثمن غالي بزاف على عكس اوروبا، ولكن خصنا نعرفوا بان في المغرب عندنا التيفيا 20% زائد دروا دامبورطاسيون 17.5. انا بغيت غير نعرف شي واحد يشرح لي هاد الدروا دامبورطاسيون. انا بالنسبه لي الا شرحتها كترجمه غتبان لي بان لامبورطاسيون كديرها شركه، ولكن كشخص عادي وانا اللي كنجيب موطوري او كيجيبوا لي شخص من العائله ديالي، علاش كنخلص انا هاد 17% زايده؟ المهم ما نطولش عليكم، نكون خفيف ظريف عليكم. والصراحه الفيديو الجاي بغينا نهضروا فيه على واحد النقطه اللي صراحه كدرني في الخاطر بزاف، لان كنشوفوا في المغرب الثمن ديال الموطور اوكازيون ثمن جديد في برا.
وعلاش الاثمنه ديال الدراجات في اوروبا ارخص من الاثمنه ديال الدراجات في المغرب، والمغرب غلى منها بزاف. ما تقولش بانه كاين الديوانه، ما كاينش ديوانه في هذوك الانواع، لان ملي كتكون شركه ما كتكونش خاضعه للديوانه، كتكون خاضعه فقط للتيفيا. وديك الشركه قبل ما تحط في المغرب كتنيغوسي معاهم بان كتكون قيمه التيفيا قليله بزاف، وكتكون التيفيا ديال الارباح السنويه ولا الارباح ديال المبيعات كل مره. غادي نرجعوا لهذا الموضوع في الفيديو لان شي حاجه فيها ما يتقال. هذا راه كيتسمى احتكار ديال السوق الدراري مع شي ناس بلا ما نقولها لكم، راكم نتوما عارفينه. واحد الشخص اكس حاكمها بلا ما ندويو. المهم تلاقاو في الجاي ان شاء الله. وما تنساش وحركنا معاك وفرحنا معاك بديك جام، وعفط على ديك لايك، وعفط معاك ديك على متابعه ضروري. يلا تحياتي لكم من القلب. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.